أيها الحضور الكريم، تتشرف قبيلة تجكنت ككل القبائل الصحراوية في إقليم طنطان إلا أن تشارك في النسخة 12 لموسم طنطان الموروث الشفهي اللامادي. وبداية أيها الحضور الكريم، نبتدئ هذا اللقاء بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ الجكاني محمد لمين، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أما الآن أيها الحضور الكريم، كلمة ترحيبية من قبيلة تجكنت للأستاذ الأبيض محمد عبد الفتاح الجكاني، فليتفضل مشكورا. على إقليم طنطان السادة الذي تقدم به للأمم المتحدة حول الحكم الذاتي، والسلام عليكم. أيها الحضور الكريم، بعد هذه الكلمة الترحيبية التي ألقاها الأستاذ المحامي الأبيض محمد عبد الفتاح الجكاني، نترككم مع استراحة شاي. بمناسبة حلول الذكرى رقم 12 للمهرجان الدولي في طنطان، فإن قبيلة تجكنت وجمعية جاكن الوطنية للتنمية والأعمال الخيرية تحيي هذه الذكرى، وذلك بتعبيرها عن نضالها وعن تشبثها بالوحدة الوطنية للمملكة المغربية من طنجة إلى الهويرة، وإدانتها للانسلاقات اللفظية للسيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، ثم كذلك في أنها تعبر عن اعتزازها بالقرار رقم 2285 الصادر أخيرا عن الأمم المتحدة، لأنه يتمسك بالحل السياسي، وذلك خلافا لما كان يتمناه خصومنا في الجزائر وجنوب إفريقيا. وشكرا.